تعالوا بقى النهاردة نعمل مع بعض كوكيز. بجد تحداكي لو دقتي زيها في حياتك، طعمها بجد رهيب وهتعجبكم جدا. يلا بينا اوريكم عملتها ازاي. انا هنا هجيب نص كوباية من السمنة عليها ربع زيت، يعني في التوتال كوباية الا ربع. ممكن تبقى زبدة على زيت، ممكن تبقى زيت على سمنة، زي اي مادة دهنية عايزاها. يعني كوبايه الا ربع عليها كوبايه من السكر، ونضرب بقى الكلام ده حلو قوي لغايه اما السكر يدوب معانا تماما والخليط يفتح كده زي ما انتوا هتشوفوه. لازم الخليط يفتح معانا وحبيبات السكر دي تدوب تماما، ما يبقاش باين. ايوه هو المنظر ده كده. خلاص هجيب بقى بضايه بدرجه حراره الغرفه، ما تبقاش طالعه من التلاجة. عشان الكوكيز تنجح معاكي لازم البضايه تبقى بدرجه حراره الغرفه. وهحط عليها طبعا كيس من الفانيليا، وهضرب بقى لغايه اما البضايه تدوب معايا كده تماما. وهنزل بكوبايتين من الدقيق، عليهم ربع معلقه صغيره كده من البيكنج باودر، وطبعا رشه الملح، وحبه كده من الشوكليت شيبس. لا احنا كده كده لازم طالما بنعمل كوكيز يبقى فيها شوكولاته. خلاص ممكن ما تبقاش شوكليت شيبس، ممكن تبقى شوكولاته عاديه وتقطعيها كده صغير. بصوا انا هنا مش هعجن بقى، انا هنا بلم العجينه. نزلت بكوبايتين من الدقيق، هلم بقى كده. حسيت ان انا عايزه دقيق تاني فخدت نص كوبايه تاني، يبقى التوتال كوبايتين ونص من الدقيق. وهلم بقى كده لغايه اما احس ان بقى معايا عجينه سهله التشكيل. بصوا انا هنا بلم الدقيق، عايزه الدقيق يختفي، مش بعجن، عشان تطلع معاكي الكوكيز كده ناعمه وطعمها جميل، ما تقلبش بسكوت. ما تحاوليش تعجني، انا بلم بس بايدي كده لغايه اما احس ان العجينه اتشربت من الدقيق. بصوا هنا انا بقول لكم ما خدتش الكوبايه التالتة كلها، التوتال معايا كوبايتين ونص من الدقيق. هتمسكي كده حته بايدك، لقيتيها ما بتلزقش وسهله كده في التشكيل معانا زي ما انتوا هتشوفوها دلوقتي اهي. خلاص كده تمام وجاهزه وعشرة على عشرة. بس يعني هجيب بقى معلقه كبيره كده من الكاكاو، معلقه كبيره مليانه كاكاو خام، عشان انا هعمل بالشوكولاته وساده. هقسم بقى العجينه دي كده بالنص، وهاخد بقى نصها كده. دي معلقه كبيره كده مليانه من الكاكاو الخام، واقعد بقى اقلبها كده لغايه اما تبقى معايا بالمنظر ده. تقعدي تقلبيها كده بايديكي، مش هتاخد معاكي اقل من دقيقه وهتطلع معاكي كده. خلاص هنكورها بقى كده وانزلها في الشوكليت شيبس، وادعولي بقى على الكوكيز اللي هتدوقوها بجد طعمها رهيب. هشكل بقى كل الكميه كده، بس واخد واحده وحاولي تصغري، يعني اما تبقى صغيره كده بيبقى طعمها حلو. هي لسه كمان هتكبر سنه في الفرن علشان احنا حاطين ربع معلقه من البيكنج باودر. خلاص هشكل بقى كل الكميه بالطريقه دي، هشكلها وبعدين هنزل في الشوكليت شيبس، وهسيب مسافه ما بينهم زي ما انتم شايفين كده. هدخلها بقى الفرن على درجه حراره 200 من تحت، بس ما بشغلش الشوايه، ما بتاخدش لون من فوق. حوالي ربع ساعه بالكتير، مش هتاخد اكتر من ربع ساعه عشان ما تنشفش معاكي. خلاص ربع ساعة وهتطلعيها بقى وتسيبيها تهدى شوية كده، وبعدين شيليها من الصينية. تاخدي احلى كوكيز، بجد هتعجبك جدا وهتدعيلي عليها. طريقة 10 على 10.